سوق العمل في ألمانيا في 2026، وإزاي بقى الحرب على إيران بدأت تأثر، وإزاي أنت أصلا ممكن ما تعرفش تيجي ألمانيا ولا أصلا تتعين في ألمانيا عشان حرب إيران. تعال أحكي لك الكلام ده إزاي عشان تعرف أنت داخل على إيه السنين الجاية. بص يا باشا، إحنا دلوقتي بنعيش أكبر تقلبات في العالم كله حرفيا، سواء في الميدل إيست في الشرق الأوسط أو عندي هنا حتى في أوروبا. الموضوع فعلا بيغير الخريطة خالص، وطول ما انت بتغير في الخريطة بمجرد انك بدأت حرب جديدة، فانت بتلعب في الاقتصاد العالمي كله. ومعنى انك انت لعبت في الاقتصاد، معنى ان كده بس ان انت بتعيش ايام محدودة عشان تبدأ تتأثر انت كشخص، كبني ادم، مش كشركة او مش كدولة او مش كمؤسسة. فلازم تبقى عارف النقطة دي كويس قوي، انك انت في اسعار كده في الشارع بتزيد والبنزين بيلعب في الارقام، ولكن مش بس، لا، لازم تعرف ان الموضوع ليه ابعاد اكتر من كده كتير قوي، بس بتبقى ورا الستاره، وللاسف مش بتبان لك انت كبني ادم عادي عايش حياتك كده في الطبيعه، غير انك انت بتشوف الاسعار بتزيد. اللي انت لازم تفهمه ان كل بني ادم، كل شركه، كل مؤسسه، كل اداره بتبدا تلعب دور داخلي في ان هي تحضر زي تحليل لنفسها كده. انا ازاي هعرف اعيش واتعايش في السنه دي 2026 وفي السنين الجايه لو الحرب دي استمرت، كملت زي ما هي، ما كملتش، زادت، الموضوع كبر، دخلت مصر، دخلت مش عارف افغانيا، دخلت مش عارف الحوثيين، دخلت ايه والدنيا ولعت، انا كمكان هعيش ازاي وهتعايش ازاي؟ فكله بياخد احتياطه دلوقتي. تعال نشوف المانيا بتعمل ايه من ورا ظهرك ومن ورا ظهري ومن ورا ظهر الشارع كده العام. ازاي المؤسسات هنا في المانيا والسوق العمل متأثر بالموضوع ده. لو معايا في الفيديو لغاية دلوقتي يبقى الموضوع شدك والفيديو عجبك، اعمل لايك وشيره مع واحد صاحبك، وما تنساش تسبسكرايب في القناة عشان تشوف اللي بعده. بص يا معلم، التغيرات الجيوسياسية دي هما بيسموها بالانجليزي جيوبوليتيكال، هي الجيوسياسية بمعنى صح. التغيرات دي مش من النهاردة بس، لا، مش من حرب ايران، لا 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 لا. التغيرات دي يا باشا بدأت كده الليلة بتاعتها من ايام حرب اوكرانيا وروسيا. حلو كلام. والجيوبوليتيكال ريسك ديت، والجيوبوليتيكال خلينا نقول الجيوسياسيه، مخاطر الجيوسياسيه بدات تخش السوق هنا في المانيا وفي اوروبا كدراسه. نقول من ابتداء حرب اوكرانيا وروسيا وبرضه تايوان والصين والفيلم العربي اللي هناك ده، فبداوا هم ياخدوا خبره ازاي يحضروا لنوع من انواع المخاطر اللي هو الجيوسياسي، وازاي تاثيره على السوق سواء اقتصاديا او سواء حتى في الصناعة وهكذا. حلو. وعلى فكرة دخل في التحليل ده برضو لما وقفت المركب اللي فاكرها في قناة السويس عندنا واتحشرت، كل ده بيلعب دور في الدراسة دي. الموضوع بقى يا معلم عميق اكتر من كده بكتير. انت بتقيس كل التأثرات دي، سواء النهاردة هتحصل او هيحصل حاجة اسوأ منها، او هيحصل الاسوأ منها لمدة سنة سنتين ثلاثة قدام. دي دراسة بتبقى انت مجبر بالدولة اللي انت فيها، بقوانينها، بكل حاجة، بكل السكشنز والاقسام اللي انت شغال فيها، سواء مثلا انت راجل بتنتج مثلا صناعة سيارات، او انت واحد بتدي خدمات، او انت بتدي اي حاجة في اي حتة، فانت لازم تقيس يعني مقاس المخاطر من الناحية الجيوسياسية. حلو. الموضوع زاد بقى جدا مؤخرا طبعا مع حرب ايران، والدنيا ولعت اكتر مع حرب ايران. الموضوع بقى مع حرب ايران لما ولع جدا والدنيا ضربت ومش عارف ايه، بدأت الشركات والبنوك والمؤسسات المالية كلها تعمل للموضوع 2000 مليون ألف حساب. بمعنى بدأت تاخد مخاطرها الأساسية حتى لو مفيش أي امباكت عليها، مفيش أي تأثير. يعني مثلا دلوقتي تعال نتكلم كده بإيه، واحدة واحدة. لما سعر البنزين زاد والدنيا خربت وقفلوا اللي هم المضيق بتاع هرمز، غير لما بدأت الحرب وضربت أمريكا وإسرائيل إيران. حلو. هنا بدأوا التأثير والخوف والرعب يزيد أكتر، فالريسك نفسه والمخاطر نفسها يتعمل لها ألف حساب، فياخدوا أكشن إن هم يوقفوا حاجات معينة. السعر زاد فبدأت الشركات والمؤسسات توقف خطوط معينة عندها حمراء. دي كده تأثير الحرب علينا من ساعة ما دخلنا هنا في ألمانيا. الأسعار اتجننت يا جماعة، طلعت فوق خالص. بص الديزل بكام والسوبر بكام والبنزين بكام.
دي كده يا جماعة الأسعار مع بداية شهر 3 من أول ما الدنيا ولعت والأسعار زادت. ودلوقتي بقى زي ما انتم شايفين بعد 3 أسابيع، يعني بتاريخ تصوير الفيديو ده بالظبط اللي هو 29/3، ده كده منظر الأسعار ولعة حرفيا. الديزل بقى 2.23 أرقام تقريبا، ما أعتقدش إنها جت في الكورونا يعني. طيب انا بقى عايز اكلمك النهارده من الاخر كده في تأثيرك انت كبني ادم كمواطن واحد، سواء مصري عربي اي حتة في الدنيا، وعايز اصلا او مش عايز، انت اوريدي في البروسيس واوريدي بدأت واوريدي في نص الطريق وممكن تكون في اخره كمان، في انك تنقل حياتك كلها من بلدك لألمانيا. هل ده صح؟ هل ده الوقت المناسب؟ هل ده هيأثر عليك سلبيا؟ كل ده اللي انا عايز اتكلم معاك فيه. لازم تعرف نقطة معينة قوي، انك انت دلوقتي سواء عندك في بلدك او هنا، فانت المخاطر الجيوسياسية دي مش هتهرب منها، هي موجودة في كل دولة، وكل دولة بتعمل حسابها عليها، وكل دولة بتتأثر بيها، وكل دولة بتبدأ تحسب سوق العمل بتاعها انا هتحرك فيه ازاي، وهعين قد ايه وليه، وهل ده هينجحني ولا هيفشلني اكتر ولا هيخسرني اكتر. فكده كده كله في معنى واحد. في ألمانيا بقى بالذات هم مهتمين جدا بالنقطة دي طبعا، ومهتمين بيها وبدأت تزيد حتى من بداية حرب اللي هي حصلت في أكتوبر بتاعة ضربة فلسطين وضربة إسرائيل والولعان اللي حصل ما بينهم، ده كله تم حسبته اوريدي، بس مش بالشكل القوي. لما إيران دخلت في الخطة، لا الدنيا ولعت حرفيا. دلوقتي أنا هكلمك في اللي بيحصل النهارده اسعار البنزين عليت بطريقه مجنونه. احنا عندنا هنا بنسبه 60% السوق نفسه جوه المانيا فقط زاد فيه سعر النفط، ديزل بنزين زاد بنسبه ضخمه جدا، فدي مقلقه برقم مرعب. دلوقتي سعر ال 100 دولار اصلا سعر البرميل حتى بتاع البنزين. لا الموضوع ولع وتضخم جامد، وهنا بيحسبوا لها ألف حساب. 60% ده رقم مرعب في ألمانيا. طيب بالنسبة بقى للشركات والمؤسسات والمالية وي 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 هنا ليه في ألمانيا وهيأثر فينا ازاي؟ اللي ممكن ناس كتير ما تعرفوش ان ألمانيا مؤخرا بدأت تاخد اتجاه مختلف شوية. زمان كانت بتاخد من الدول العربية العمالة، النهاردة توجهت هي بنسبة كبيرة جدا على الهند. مش عارف الناس شافت الاتفاقيات والديلز اللي كانت بتحصل بين رئيس الوزراء الألماني وما بين رئيس الهندي في ان هم يوردوا عمالة هندية الفترة الجاية جامدة جدا. عايز اقول لك ان الكلام ده على ارض الواقع بيتشاف جامد قوي وليه تأثير قوي. يعني صحابنا واخواتنا اللي شغالين في الاي تي وفي الهندسة وفي الحتت دي كلها بدأوا يشوفوا الفرق، خصوصا كمان ان في شركات كتير قوي في الاي تي وفي النتورك وفي الحتت دي كلها وفي السوفت وير بدأوا يتجهوا على ان هم اصلا يفتحوا مؤسساتهم هناك في الهند ويعينوا عمالة من هناك ويوفر. فانا ليه انا اتعور؟ طالما انت فتحت لي السكة هناك انا افتح من هناك واعين من هناك وما اجيبش اصلا الهندي هنا. لا يا معلم انا اوفر، والناس اللي انا معينهم هنا اللي هم ممكن يكون جزء منهم كبير قوي عربي على فكرة ومصريين، لا السلام عليكم مع السلامة، اتكل على الله شوف رزقك في حتة تانية. فناس كتير قوي الفترة اللي فاتت دي بجد فقدت شغلها بشكل مرعب، وبدأوا يشوفوا الخطر على أرض الواقع إن هم فعلا كسوفت وير انجينيرنج وكان الحتت دي كلها أنا مهدد النهاردة إن أنا أصلا مبقاش موجود في ألمانيا، خصوصا إن الكومبيتيشن بقت عالية جدا جدا جدا. فالعمالة بدأت تتجه والسكة والتفكير والمنتاليتي بتاعت ألمانيا بدأت تروح ناحية الهند أكتر بكتير. دي مشكلة طبعا بالنسبة لنا احنا، بس مش بالنسبة لهم هم أكيد، فاهم قصدي؟ فهم بيحلوا أمورهم بنفسهم يعني. فما نعرفش بقى هل الامباكت ده بعد 5 سنين بعد 3 سنين هنشوف الفرق، ممكن ينجحوا أكتر ممكن يفشلوا أكتر، هنشوف الموضوع عامل ازاي. بس العمالة بصفة عامة في ألمانيا بدأت تروح في الاتجاه ده بالذات هناك. الله أعلم ممكن يزيد بعد كده في المجالات الأخرى ويبقى الدنيا تانية برضو في الهند، أو يجيبوا ناس أكتر ما نعرفش. بس هي دي الخطة بتاعت رئيس الوزراء الألماني اوريدي، ودي الخطة بتاعت ألمانيا الفترة القادمة. فدي حاجة مقلقة. تمام. طبعا ده غير الجيوسياسية والمخاطر وحوار الإيران وكده. طيب نيجي بقى لحتة
ضربة ايران دي، حلو، والسعر بتاع النفط اللي زاد، ايه هيأثر عليا في ايه؟ بص يا معلم، انت كبني ادم عايش في المانيا هتحس بفرق شاسع في الاسعار، خصوصا في سعر البنزين وانت بتحط بنزين. بس سنة سنة بدأت اسعار السلع الخفيفة قوي تزيد، ايه، حاجات بسيطة. محدش منا كتير على فكرة اخد باله، بس مؤخرا اللي مركز هو اللي اخد باله، في اسعار زادت شوية. طيب كل ده برضو مش هيأثر عليك انت التأثير المرعب اللي يخليك تقول انا بنهار انجدوني، لا. بس التأثير بقى اللي هيجي عليك انت كبني ادم بتنقل حياتك لهنا، هو ان سوق العمل هنا بدأ ياخد الحذر الشديد قوي قوي. يعني ايه؟ بدأ يفكر ويعيد حساباته. انا دلوقتي في مرحلة اني اجيب ناس جديدة؟ هل انا دلوقتي في مرحلة ان انا اختار الناس الجديدة دي من الدول العربية، ولا من السكة الجديدة اللي فتحها لنا بتاعت الهند؟ هنا بقى مليون سؤال ومليون استفسار. طب بلاش خالص حتة العمالة، حلو. هما بقى كشركة، اللي منكم اكيد مش عارف، ناس كتيرة، الجيو سياسية دي ده نوع من النوع المخاطر. وطبيعي يا جماعة، عشان بس كده ادخلكم في حتة تكنيكال شوية، حتة تفصيلية شوية في التحليل نفسه بتاع الفاينانس، بتاع المالية نفسه. هو بيخش كفاكتور، كعنصر من عناصر المخاطر اللي انت بتحسبها على شركتك. وكل عنصر ده بيديله نسبة، حاجة اسمها ويت، نسبة معينة بترمز للعنصر الخطر ده نفسه وتأثيره على شركتي. بمعنى انا مثلا شركة بنتج حاجة ببيعها مثلا لمصر، يبقى انا نسبة توقعي في ان التأثير اللي هيحصل عليا في حتة الجيوسياسية بالضرب مثلا اللي بيحصل مش قوي قوي، فهديلها مثلا سي 4/10. يعني ايه 4/10؟ يعني انا متوقع ان مصر في الامان، فانا مش متوقع فيه اي قلق هيحصل الفترة الجاية. لكن لو انا الشركة بتنتج وبتشتري وبتبيع وبتاخد السجاد الايراني مثلا وتجيبه وتبيعه هنا في المانيا، فانا مضطر جدا لاني مش عارف اتواصل مع الناس اللي هناك مثلا، او مش عارف اعمل معاهم بيزنس اصلا. يبقى انا هحط ريسك للجيوسياسية ده سي 9/10. حلو. فده يعتبر عنصر كده رمزي، انت بتديله توقعك لعدد المخاطر نفسها بتاعة الريسك ده. والعنصر ده بيلعب دور اساسي جدا في تقييمك الاخير، انا هعمل ايه في الليلة دي. فبيطلع عدد المخاطر كلها اللي انت ممكن تقابلها، سواء بقى مخاطر عادية، مخاطر في سمعة الشركة، مخاطر في الاوبريشن، في العملي، في الشغل العملي جوه الشركة، مصنع مثلا المكن بتاعه باظ، مش عارف ايه، انواع مخاطر مختلفة كتير. منهم الجيوسياسية اللي بدأت تلعب دور مهم جدا. فارقام الجيوسياسية بدأ يزيد قوي بسبب حرب ايران، فبدأت تلعب دور اساسي في كل المجموع بتاع تحليلك اللي انت بتاع المخاطر، فاهم قصدي؟ فده بيلعب دور اساسي. فانت بتلاقي المخاطر اوبا، لا ده احنا كنا بنتكلم في 3/10، فجأة بوم، ده احنا بنتكلم في 12/10، ده احنا عدينا الخط الاحمر، ده الموضوع مرعب جدا، ده احنا متأثرين قوي كشركة. طب هنعمل ايه؟ تيجي بقى مجلس الإدارة، المانجمنت بورد، تقعد مع نفسها وتشوف الرقم اللي فجأة اتنط مرة واحدة وتعرف انه جاي من اتش يو سياسية، ويبدأ يحلل ويكتشف ان الموضوع متأثر، فيقول لك لا، ستوب، اوف. انا مش عايز انتج مثلا الخط اللي مش عارف كذا، انا مش عايز اقدم الخدمة الفلانية، انا مش عايز اعمل كذا دلوقتي، انا عايز اعمل هولد على الخطة اللي احنا كنا عاملينها من السنة اللي فاتت، عايز اوقف 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 اوقف. ليه؟ عشان ما اخسرش، علشان ما تأزمش، عشان الشركة ما تقعش، عشان مش عارف ايه ما يحصلش. فكل ده قرار من اللي فوق ان انا اوقف الخطوط دي عشان انا اسرفايف اصلا، عشان انا كشركة اعرف ان انا اتعامل في المستقبل واعرف اعيش في وسط الازمة. طيب هل ده بقى مش هيأثر على التعيينات اللي انا عايز اعملها في المجال اللي انا اصلا وقفته كمجلس ادارة؟ اكيد طبعا هيأثر. خد بقى التحليل ده كده وتفسيري للموضوع على كل شركة انت بتعملها. فكر الشركة دي اصلا بتعمل ايه. لو احنا بتوع اي تي، يبقى اعرف انهم عندهم تو فاكتورز، عنصرين: موضوع الهند، الاتجاه بتاعهم الجديد في الحكومة، زائد موضوع ان اصلا الانجينيرنج دلوقتي الفترة الاخيرة دي في الاوتوميتيف مثلا متأثر، متدمر، فالدنيا مش لطيفة. زائد ان في عنصر تاني اللي هو الاي اي طبعا،
اللي هو الذكاء الاصطناعي، فده بيلعب دور لان هم بداوا يدخلوا الذكاء الاصطناعي في الشركه، فبداوا يقللوا من العملاء اكتر، من العمال اكتر، فالدنيا بدات تقل اكتر. ففي مليون عنصر بيلعب دور مختلف تماما لو هنقارن السنه دي 2026 بمثلا 2024 او 2023. في رقم مرعب نط في اخر سنتين ثلاثة، الدنيا بدأت زي الصاروخ، فالريسك بيزيد جدا والقلق بيزيد جدا. حتى كمان اللي زي حالاتي مقيمين هنا، منهم ناس فقدوا شغلهم، منهم ناس رجعوا بلدهم، منهم ناس قاعدين بيدوروا لغاية دلوقتي، منهم ناس لقوا شغل جديد، منهم ناس ما لقوش. فالموضوع مش مستقر طبعا في اي حتة. واللي انا عايز اقوله لك واللي عايز اوصله لك من الحته دي، انك انت لازم تعرف شركتك بتقدم ايه، بتفكر في ايه، وبتعمل ايه. طيب لو انت بقى بني ادم اصلا ما عندكش لسه شركه وهتنقل حياتك لالمانيا، هتنقلها على ايه؟ على دراسه؟ انت في السليم، يبقى انت جاي تدرس اصلا، مش مستني انك تشتغل دلوقتي لغايه ما الوضع يتحسن. طب جاي على شغل، ادرس بقى شركتك، تفحصها، خش دعبس وراها، افهم الشركة دي بتفكر في ايه، عقلانيتها ايه، مجلس الإدارة متجهة ازاي، الناس بتمشي ولا بتعينها، بيعملوا خدمة فين، السيرفيس فين، ولا البرودكت المنتج اللي بيعملوا له انتاج اصلا بيروح فين وبيجي منين. كل ده بيلعب دور، مش هقول لك اساسي، هو الدور اصلا اللي انت من خلاله هتعرف تقرر تنقل حياتك ولا تفضل قاعد الفترة دي. حاجة بقى على فكرة أخيرة، خد بالك من ناحية البنوك والأماكن المالية والجو ده، لا الدنيا ولعة أكتر طبعا، لأن ديت حاجات بتقدم قروض وبتقدم استثماريات وبتقدم تجارة وتريدنج، ومنها حاجات كتير جدا جدا مختلطة بإيران، بالدول اللي حواليها، بالخليج، بي فبتتأثر بنسبة أعلى جدا. يعني اللي زي حالاتي جاي في حتة المالية، لا ادرس، فكر، بص، اعرف انت ناقل على ايه، واعرف كويس قوي انك انت لو ربنا كرمك وجيت واستقريت على المجال ده، اعرف انك انت هيطلب منك انك فعلا تبذل مجهود جامد قوي عشان تثبت نفسك وعشان تعرف تقعد في المكان اللي انت فيه. ده كده فيديو سريع من الاخر، انا كنت عايز اقول لكم عشان خاطر الدنيا فعلا يعني بتتغير بسرعه قوي، ومش يعني انا صورته في 3 دقايق الفيديو تقريبا اللي هو بسرعه، فاهم، في نفس اليوم عشان الحق انزله لك، عشان تلحق تاخد بالك وتفهم انت تفكر معايا ازاي. وعلى فكره في فيديو جاي ان شاء الله هعمله لك على الاي اي، وقد ايه الاي اي بقى بيختلف دلوقتي في السوق عندي في المانيا، وقد ايه ناس عندي صحابي كمان شغالين في الاي اي، وقد ايه هم شايفين الموضوع متطور، وايه هو الاي اي دلوقتي في الشغل ياخدك لفين. يعني بنسمع ان الاي اي بيعمل مواقع، ف ميك سنس يعني ليها لازمه ولا كله بلح؟ فاحنا هنشوف الكلام ده. فانا هعمل لك حلقه مخصوص عن الذكاء الاصطناعي من ناحيه سوق العمل والشغل في المانيا. مش هعلمك ازاي تعمله، هقول لك تاثيره عندي عامل ازاي والناس عندي بيعملوا بيه ايه. وما تنساش لو عندك رأي مختلف عن رأيي طبعا والناس اللي هتطلع معايا في الفيديو، اكتب لي في الكومنتات رأيك ايه، وقول لي لو انت جيت وسبقتني، وقول لي لو انت كمان اصلا جاي على ألمانيا هتعمل ايه. قشطة؟ تابعني الفيديو الجاي وقول لي رأيك ايه. يلا سلام.